بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير حبيباتي، وش راكم؟ وش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحتكم جيدة، اهم حاجة الصحة حبوباتي. انا بخير والحمد لله. جيتكم فيديو جديد كما تشوفوا هنا، بديت لكم بحاجة حلوة. هنا كنت في قهوة العصر هذه البارح العشي، درت لهم مسكوتشو كما هكا ليه مي في الأخير ما صبرتهاش. كيما طابت بعد وقت العصر تكلت مع الحليب والقهوة، نسيت ما صبرتها لكمش. شوفوا لا فيديو هنا جيتكم بالوصفة تاع شباح الصفرة. شباح الصفرة. أنا لهنا درت لكم كيلة صغيرة، درك نشرح لكم في لا فيديو. كتروا حبوبات الاستغفار وكتروا الحوقلة. شوفوا أي واحد يعود عنده اكتئاب، تكون عنده أزمة، يستغفر برك ويحوق ويحوقل، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي إن شاء الله يفرج عليه الكربة تاعو إن شاء الله يا ربي. شوفوا لهنايا، شوفوا واش درت. أنا درت 3 كيلات لوز كما تشوفوا، كيلت بالكاس هذايا، البول هذا صغير ماهوش كبير، مع كيلة ناقصة ماهيش معمرة، كيلة ناقصة 72 تاع سكر. متكتروش السكر بزاف فيها باه ما تجيكمش يابسة. شوفوا الكيلة وزدت نقصت منها أنا، ما تجيكمش يابسة وهي أصلا حاطة يبعد في السكر. لهنا هذه الخطوة كما قلت لكم 3 كيلات لوز. 3 كيلات لوز ما يهمش. شوفي 3 كيلات لوز، تكيلي بالغميقة، تكيلي بالفنجال، تكيلي بالصحفة كما تحبي. أنا درت قلت لكم كونتيتي قليلة، جوست لي نستعملها أول يوم تاع رمضان. لهنا أهم خطوة هذه، تميكسي كيما هيك اللوز تاعك والسكر في الميكسار. كاين اللي يديرها سكر غلاس، انا نديرها بالسكر عادي. تميكسيها سبابة، السكر هذاك يتجانس مع اللوز سبا. اللوز انا كنت شريته مرحي بعد، واللي تحب تشريه وترحيه عندها باه ترحيه نورمال كيما تحبي. لهنا هاني فرغت الواحد اللوز تاعي في الغيسيبيون. ولهنايا شوفوا درت انايا لهنا درت 3 محوح صفر تاع العظام. حزت الابيض وحده ودوك نسحقوهم بعد، والاصفر كيما هيك تلمي ديري بالعظمه وتدخلي هذاك اللوز والسكر في العظام سوا. مي في الاخر زدت لهنا محاس، خاطر العظم تاعي ما كانش كبير ياسر. دات لي 4 محوح صفر لهنا. وانتي لهنايا شوفي ديري وشوفي الكميه قداه تديلك. انا ما نقدرش نمدلك الكميه تاع هذه اللي درتها انا. اللوز هذايا نورمالمون شيت 200 غرام لوز، 200 غرام لوز كيما هكا. هاودالي 4 محوح صفر. ما مش كبار، كيعودوا كبار 3 تكفيوك. لهنا ديري قلت لك بشويه برك، خاطر ما لازمش تجي ياجرة، تجي جاريه لاباط تاعك لهنايا. والله العظيم الناس اللي تهاب هذه اشباح السفرة هذه يعني سهلة، فيها خطوات بسيطة. انا والله في ساعة من الزمان درتها، درك تشوفوا لهنايا. لهنا بعد ما نلم العجينة تاعي سوا نخليها ترتاح. وشوفوا وش نقول لكم حبوباتي، عم بالكم هذه اشباح السفرة هي شنعت عنا حنايا القوال، ما هنا العمام الاخر ما كانتش شانعة بقبل. وممكن روك تجي وحدة لهنا تعارض تقول لك لا من بكري. هي ما اللي مشهورين بها القسنطينيين، احنا وش كان شانع عنا المرقة حلوة. والمرقة حلوة وش فيها؟ عين بقرة والمشماش والزبيب. لا كترتي تزيدي لها كعبات لوز. ودرك المرقة حلوة درك كيفاه ولات. هاي ولات بالفواكه المجفة، داروا فيها البنان، داروا فيها الفريز، داروا فيها الكيوي، الأناناس، المهم الفواكه المجففة كاملة زادوها. أنا عندي والله غير زيادة برك هذوك الحوايج نقدروا نستغناو عنها عليهم. وشباح هذه الصفرة ولا قلت لكم مؤخرا ولاو يديروها كيما هكا، يضيفوها مع المرقة حلوة. هي يعني بنينة، تجي لوز كتزيين زيني بها مرقة حلوة تاعك، ما من الماكلة بسي تجي بنينة. أنا شوية شوفوا كونتر. وكل واحد هذه شوفي قناعات وحرية شخصية، اللي ديرها بالكاوكاو. انا شوف يديريها قد على كارها باللوز، تجيك بنينه وتعطيلك نكهه مليحه، وحتى كي تاكليها تلقاي هذيك البنه اللوز ميل كاوكاو. انا ما ننصحش اللي يديرها بالكاوكاو، وكل واحد حر في روحه، هذا رايي الشخصي انايا. لا حبوباتي كيما تشوفي كي تقرصيها، انا عندي الطابع هذايا طويل، هذايا ماوش تاعي تاع جارتي، طلبته من عند جارتي.
ديريها كيما هاك حربوش كيما هاك وقرصيها بالقراص وطبعي. من الأحسن تشريو هذوك الطوابع تاع الحديد اللي يجي كل واحدة وحدها، راح يسهلوا عليك العملية. سيرتو لكون كنتي مديرة حديري كونتيتي كبيرة، تقرصيها كيما نقولوا كي الخبزة تاع الكسرة وتطبعي بالطوابع هذوكا ليه تكمليها. انا لهنا شوفي تطبعيها كاملة، والكعبة كي تجبديها اعدلي لها الحباشي تاعها هكا بيدك باكي تتقلى تجي مليحة لافرم تاعها، وتخليها بجنب تريح حتى واحد نص ساعة. ومن بعد راك تشوفوا الخطوة الأخرى اللي نزيد نديرها. لهنا بالنسبة اللي كتبت لي في الكومنتار ادم جو بونس لي سقساتني قالت لي نقدر نقليها خطره واحده. نقولها حبيبتي من الافضل تقليها خطرتين كيما الطريقه انا اللي مدايرتها. علاه؟ خاطر بها ما تحلكش في المقلع، تجيك من برا القشره هذيك تاعها تجي مقرمشه سوا، ومن الداخل تجيك طريه، وكي طيبيها تلقاها تلاوي الطياب ما تهربتش الكعبه تاع شبح السفره تاعك. قلت لكم كل واحد والله العظيم شوفوا وكاين اللي يدير لها مزهر، كاين اللي يدير لها الماء المقطر هذاك تاع الزهر الروسي. انا لا، انا ندير كيما هاك كفرات، هذه هي طريقتي. كيف ما سهله، ما تحكمش اليد. وهي شوفي كي تشريها تكومونديها راهي غاليه. انا كيما هذه الكميه راهي دارت لي تقريبا 22 كعبه، يعني كميه كافيه. نقدر حتى ما نديرهاش كامله في النهار الأول تاع رمضان. أنا مرقة حلوة والله ما عندي لي ياكلها في الدار من بخلاف أنا ولا الولاد يدوقوا منها. راجلي أبدا ما ياكلهاش، نحتم له هكا يدوقها ساعات كي نكتر عليه يدوق منها وفرات ما تعجبوش، ما عندوش حاجة فيها. قلت لكم هاي الكمية اللي دارت لي كمية يعني لا بأس عليها، لا بأس بها. شوفوا حبوباتي الخطوة الموالية تاع شبح السفرة بعد ما ترتاح نص ساعة تخليها كيما هاك لاباط تاعك ترتاح. هنا تولي ديريها تغطسيها في الابيض هذاك تاع العظام، وتهزي تحطيها على بابي كويسون هذاك سرافة تاع الواحد تاع الرول وهذوك، ولا سرافة تاع الكاغط. قلت لكم بابي كويسوني دخت في الهضرة. وتحطيها كيما هكا تسخطر، وتزيدي من الفوق تزيدي تمسحي هذوك الشوائب تاع العظام باه كي تقليها ما يجيكش العظام هذاك الابيض من الفوق. هنا كي تقليها شوفي كاين تقليها قليها صفرة برك القلية الأولى، ومن بعد كي تنحيها القلية الثانية تخليها وسي تبرد واحد نص ساعة، وتزيدي تعاودي نفس العملية هذية. وشي ما تحطيهاش على الكاغط كيماك القلية الثانية كي تحطيها في العظام ما تحطيهاش على الكاغط، خاطر راح يلصق لك هذاك الكاغط في شباح السفرة تاعك. تحطها فوق سيرفيات ولا فوق طرجون نظيف، وعاودي قليها للمرة الثانية. زيدي حمريها كالي تقولك نشتيها صفرة، أنا نشتيها حمرة تجي حمرة من برا ومن الداخل أي تجي صفرة حتى كي طيب تجيك بنينة. هذه طريقتي في شبح السفرة. وحدة ما تجي تشرك فمها وتقولك لا ماشي كيما هكا. كل واحد اللي تعرف الطريقة تحتفظ بها روحها، كل واحدة تخدم وش يخرج عليها. أنا طلبتها مني متتبعة قالت لي شاركيها معانا، هاني شاركت طريقتي كيما هكا. قلت لكم واش هي ننصح انايا ديروها لوز ما ديروهاش كاوكاو. كاين اللي تقول كاوكاو يحطوا لها المنكهه تاع اللوز، تقول لك فيها يكذب عليك اللي تجي النكهه تاعو تاع اللوز لوز واللي تعود كاوكاو. كاين حتى اللي ولاو شوفوا حاشاكم حبوبات يتبرعنوا يديروها، تقول لك نديرها بيستاش وندير الجوز. ها كل ساعه يخرجونا بخرجات زي خلاف. انا قلت لكم العوام هذه الاخرى وانا هكا وليت نديرها. وكنت قبل كومونديت هاد خطرتين من عند وحده، ومن بعد كان نحط فيها انايا هذه شبح الصفرة حطيتها هالعلم اللي فيها. كي جيت نشوف الطريقه تاعها لقيتها يعني سهله على مالك صروت فنيني تعود قاعده في الدار وش حاكمها. هاي قاعده في الدار تخدمها، ما فيهاش يعني حاجه تعب ولا. بصح اللي تعود خدامه وما عندهاش الوقت يحسن عاونها تكوموندي يا اخي بس برديها بشهريتها، هي حره تكومونديها على روحها من برا. لهنا كيما تشوفوا الزيت تسخنيه سبعة تخليه يسخن، ومن بعد تنقصي شويه عليه الغاز وتكوني خفيفه. هنا في القلي تاعك كي تعودي تقلي في شباح السفره تاعك تكوني خفيفه في القلي، وتنحي القليه الاولى قلت لك تخليها تبرد وتزيدي تعاودي نفس العمليه. انا المقطع تنحالي
تاع المرة التانية كي قليتها نعتها لكم أنا كي زدت عاودتها في الأبيض، بصح في القلي تنحالي المقطع اللي صورته. هذه هي حبوباتي، نتمنى اللي طلبت مني شبح السفرة تشوفها، ولا كان ما درتهاش سي برك تتبع كيما هاك الخطوات، وكاش ما فهمتو زيدو كتبولي في الكومنتير وانا يا راح نجاوبكم. قلت لكم حبوباتي من ضمن التحضيرات تاع الشهر الفضيل، ما زلت نورمالمون ندير لاباط فيتي لا قدرني ربي، ندير العجينه تاع لي طاغتولات نطيبها وسي ونخبيها في الكونجيلاتور. سيرتو كي يشوفوا مليحه، شوف التحضيرات هذه تاع الطاغتولات، وهذه تاع كي يجيك ضيف مثلا على غراده وما عمبالكش بلي هذاك الانسان جاي للسهره، والله في نص ساعه من زمان الطاغتولات تاعك يكونوا واجدين. سيرتو كي تعود الكاطو تاعهم لاباط تاعهم واجده، بعد تولي توجدي لهم غير معلمه الكريمه وفراد يجيوك ساهلين. توجدي كونتيتي وتخبيها. اللي عندها كونجيلاتور كبير هاي تحضر، واللي ما عندهاش عادي تخدم في رمضان وفرات. لهنا قلت لكم هاي الخطوة الثانية كما هكا. قلت لكم كل واحد لقى لي كيف اللي يحبها صفرة، اللي يحبها أنا نحبها حمرة. لهنا دوك القلية الثانية نزيد نحمرها شوي شوي على هكا برك. القلية الثانية ما تديش براسك الوقت بزاف، تحطيها في الزيت سخون وتخرجيها بعد. راح نقول لكم حبوباتي شوفوا لا فيديو قرب يكمل. مشاهدة طيبة. راني معاكم، كل حاجة نديرها راح نشاركها معاكم بإذن الله. ديري لي الجام حبيبتي، واللي دخلت جديدة نقولها مرحبا بيك. ديري متابعة فضلا وليس أمرا، باه يوصلك كل جديد. تهلاو في روحكم حبوباتي، سلام. الله، رائحة رمضان تزداد يوما بعد يوم لتعلن قربه، اللهم بلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.